شاورما النباتية للشيف علي، مستوى سوريا أقل تقدير. فسيفسائية يعني. ما أنك بحاجة لا معلم شاورما ولا غيره، بتظبط حالك بحالك. هون عنا أول شغلة رح نعملها، رح نجيب الخضرة، جزر ولفت شمندر وبطاطا، هالكمية اللي انتو بدكن اياها. بعدين بنحط لها مي باردة وبنحط لها شوية خل وبنتركهم ينقوا تقريبا 10 دقائق. هون بعد ما سلقنا الشوندر سلقناه نص سلقة. ليش بنسلقه؟ لأنه بياخد وقت أطول من غيره بالفرن. هون للتتبيلة بدنا 3 ملاعق كبار من الطحينية و4 ملاعق دبس رمان و3 ملاعق ليمون، ملعقتين خل. هذا بيجي واحد بخلي شو جاب الخل لهون ما دخلك. وتقريبا 7 ملاعق زيت زيتون. هيك لوحة فسيفسائية يعني. هدول بهارات الشاورما أنا عاملهم عايدي كمان. بدي أحط ملعقتين صغار، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة قرفة، فلفل أسود، ومنملح. هلا المكون السري اللي بده يعطي نكهة ولون اللي هو الظرف قهوة سريعة الذوبان. أيوة قهوة وما دخلك ليش حطيت قهوة، مو شغلك هذا. هلا بدنا نفضي التتبيلة فوقهم. وبدي أحط فيها ورق زبدة. بدي وزعهم بطريقة ما يكونوا فوق بعض، قدر الإمكان نبعدهم عن بعض. وهلا الفرن بدنا نكون محمايينه قبل بربع ساعة. وهلا بعد ما طلعناها من الفرن أخذت معنا تقريبا 20 دقيقة. منظر وريحة بشهوا بياخذوا العقل. أنا راح استخدم الخبز العادي، خبز الفرن. أنتم فيكم تستخدموا أي نوع خبز أنتم بتحبوه. ولجماعة الدايت أنا عامل على صفحتي فيديو عن الخبز بالعدس الأحمر، دائما أنا بعمل منه لأهلي. بالله شوفوا لي المنظر التحفي هذا. هلا بتجيب الخبز يا معلم وبتغرق لي إياها بالمايونيز اللي عملناه. كتر كتر مايونيز، نزل لي فوقه بالمخللات وبالشاورمات النباتيات. قد ما بدك تحط حط لأنه ريحتهم بتدبسها بالرمان. ما تروح عليك. لحتى يجهزوا معنا السندويشات بتكون عامل لك وحدة إلك هيك. هاي زبطني، ما انك بحاجة لا معلم شاورما ولا غيره، بتظبط حالك بحالك. وين بدك تلاقي مثل هيك غير عندي؟ وين؟ خرافية، أتحدى واحد يذوقها ويقول مو طيبة. هاي الشاورما المفروض تطلع ترند على مستوى سوريا أقل تقدير.